من بين تحضيراتي لعيد الأضحى المبارك حبيت نشارك معكم كيفاش نحتفظ بالثوم في المجمد لمدة أطول، ما يخسرليش، ما يتغيرش اللون تاعو وما يتأكسدش وما يديرش خاصة الرائحة الكريهة. كاين بزاف خطوات لازم نتبعوها باش تكون النتيجة كما راكم تشوفوا فيها ناصعة البياض. ومن باب الأمانة أنا محتفظة بها عندي 6 أشهر، وصدقوني بقى مثل ما هو أبيض في المجمد، ما تغيرش اللون تاعو وما تأكسدش وخاصة ما تلقش الرائحة الكريهة اللي ما نحبوهاش كامل النساء في المجمد. وشوفوا هذا اللي حطيتهم في العلب الصغار ما تغيرش اللون تاعو، لأنه حطيتهم ثانيك في الأكياس باش ما يطلقش الرائحة في المجمد. تبعوا كامل الأسرار اللي حنشاركها معكم بمنتهى الأمانة. السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فوالا كما راكم تشوفوا هنا ابيض، اللون تاعو ما تغيرش. هنا شوفوا بعد ما قشرت الثوم شللته، خليته ليله كامله انشف. صراحه مش حنوريكم كيفاش نقشروا الثوم باش ما نضيعوش الوقت. اختصرت كل شيء، قشرته شللته مليح مليح وخليته حتى نشف ليله كامله. شوفوا حطيته في الاشواخ، حطيت الثوم، شويه الملح وشويه الزيت. كاين اللي يديروا شويه سكر، انا ما هذا واش درت، يعني الخطوات كلها بالتفصيل. وهنا نرحي ما نحطش كميه كبيره لانه مش حيرحي لي مليح مليح الا اذا كان عندك الاشواغ فريمون قوي، هذيك حاجه اخرى. وهنا من باب الامانه لازم كي ترحي شويه وتحبسي، ترحي شويه وتحبسي، لازم تخليه يرتاح شويه الاشواغ. وهنا زدت شويه الزيت باش نسهل العمليه انه يترحى لي فاسيلمون، يعني بسهوله. وهنا من بين الاسرار، السر الاول انا نستعمل دائما ملعقه الخشب. نضمن انه باش ما يخسرليش حتى حاجه. حتى اذا درتي بالملعقه العاديه حاولي تكون حاجه نقيه، ماشي مشمخه بالماء ولا كاش حاجه. انا كان المفروض نحطها في العلبه تاع المايونيز زجاجيه، ولكن انا عندي كميه كبيره. هنا جبت العلبه نقيه مغسوله كل شيء، حطيت فيها شويه زيت ونحط الثوم اللي انا رحيته. شوفوا الطريقه، انا اختصرت باش ما يكونش الفيديو طويل، نعطيكم فقط الاسرار. وهنا من بين الشروط باش تحافظي على الثوم وما يخسرلكش وما يتغيرش اللون تاعو، خاصه اذا كان الثوم فيها حاجه كما نعرفوا تكون حاجه هكا مسخه ولا كش حاجه، بالرغم انك غسلتيها تكون كاينه حاجه هذيك تزيد تسهل على عمليه انه الثوم تاعك يخسرلك، فلازم تنقيها باش ما يخسرلكش. بعد ما كملت حطيت شويه الزيت. شوفوا بصراحة شكله هنا يشهي، يعطيكم حتى اونفي تاكلوه. شوفوا هاوليك درت شوية زيت. وما تنساوش لما كي تبدو تخدموا به ويكون ناقص منه الزيت لازم تديروا الزيت باش يساعد انه ما يخسرش. وهاوليك الشكل تاعو النهائي. وهذوما اللي بقات لي كميه صغيره حطيتهم في العلب الزجاجيه. وشوفوا بالرغم انه هذيك علبه في زجاجيه وهذيك علبه بلاستيك، بصح ما خسرليش. وقلت لكم ما نحتفظ به في المجمد عنده 6 أشهر. صراحة بمنتهى الأمانة راكم شفتوه الثوم ناقص، يعني خدمت به بصح ما خسرليش، بقى أبيض كما راكم تشوفوا. أما من الشروط الثالثة والأهم باش ما يخسرلكش الثوم، أنا شخصيا نستعمل أي حاجة لما نخدم وصفة منزلية لازم نخدم بالملاعق الخشبية، هذا يضمن لك أنه ما يخسرش. مثلا كي تحبي تمرقي كاش حاجة وغلطتي وحطيتي في الملعقة حطيتيها في المرقة، لازم تمسحها مليح مليح، تعاودي ترفدي شويه توم، هذا باش يضمن لك انه الثوم تاعك ما يخسرلكش، ما تخليش يتعرض للهواء. خدمتي بها رجعها للمجمد. صراحه كيما هكذا انا شاركت معكم كل شيء بالتفصيل. ما تنساوش تقراو آية ولا آيتين، وما تنساوش الاستغفار. الله يثبتني ويثبتكم. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك. فرجة ممتعة والسلام وتحياتي للجميع.